بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن أحوال. كل رمضان كريم كده عليكم ورمضان مبارك عليكم، وربنا يكبر بخاطركم وخاطرنا يا رب. مالك ابني بيقول لك الله اكرم. شوفوا بقى اما تحطي كده الايمان كده في قلب ولادك من وهم صغيرين وتذكري الله قدامهم، هم كمان هيذكروه في كل وقت. يعني انا قاعده بقول لكم ايه رمضان كريم، هو رد عليا قال لي ايه الله اكرم. لما تغرزي كده الايمان في قلب ولادك من صغرهم كده، وتعلميهم كده القران، وتعلميهم ذكر الله، وتعرفيهم ان في حاجه اسمها ربنا ويخافوه كده، الولاد هيطلعوا كده من شبع على شيء شبع عليه. ده مش موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده بقى احنا عاملين روتين كده بعد الفطار. طبعا ده روتين اي ست مصريه بعد الفطار. زي ما انتم شايفين كده احنا عند ماما مقضيين رمضان كله عندها. بصوا بقى، بنقوموا بعد الفطار، مرات اخويا بتروق الشقه، وانا بنغسل كده المواعين، ونتبادل مع بعض كل يوم كده واحده فينا تعمل حاجه، وبيعدي اليوم حلو وظريف ولطيف، ونخففه على بعض، نساعدوا بعض في كل حاجه. كل حاجه بتعدي حلوه، بتعدي سهله، بتعدي كده بسيطه، بتعدي جميله، بنقضي يومنا حلو كده بكل تسامح وكل رضا. حتى لو واحده فينا عملت المواعين وعملت الشقه مش مشكله، التانية تاني يوم تعمل كده مفيش مشكله، مفيش فرق بينا، كلنا واحد مع بعض. اتربينا على كده، مفيش فرق بينا وبين التاني، اتربينا ان احنا بنساعد بعض في كل حاجه. المهم بقى، طبعا الست المصريه بساعه ما بتفطر بقى بتعمل ايه؟ بتوخم، وتحس ان هي بقى عايزه تنام ومش قادره تتحرك من مكانها ومش قادره تقوم، وتلاقي دماغها ميلت كده على جنب وخلاص مش قادره تتحرك. عشان كده بقى بعمل ايه؟ افطر واروح قايمه على طول على ايه؟ على المطبخ بقى، على المواعين. لان المواعين دي لو اتنت، المواعين دي طبعا زي ما انتم عارفين كده الحاجه الوحيده اللي بتتكاثر في البيت هي المواعين والزباله. الزباله تزيد والمواعين تزيد، الحاجه الوحيده اللي بتزيد في البيت. المهم بصوا الزيتون يا ولاد اللي ماما عاملاه ده، هو ما اقولكوش عليه تحفه 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 تحفه. المهم بقى ما تنسوش تذكروا الله في كل وقت، انا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر يا حبيبي. اللهم اني ابرأ من حول قوتي والجا الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اذكروا الله في كل وقت، الا بذكر الله تطمئن القلوب. المساحه دي بقى كنت انا لسه شارياها ليا من السوق، تحفة تحفة يا جماعة بصراحة. ما كانش عندي بصراحة منها، أنا لسه شارياها. فكانت لسه الحاجة عند ماما بقى، ما خدتهاش ولا طلعتها شقتي، قلت لما اجربها كده في الرخامة بتاعت ماما. بصوا أول ما عملت بيها الرخامة نشفت في ثواني. تحفة بصراحة، حلوة عجبتني. ودي بقى برطمانات المخلل، قلت اخدها مسحة كده وتلميعة عشان يبقى نضفنا بقى من كله، والدنيا راحت بتلمع وحلوة كده زيكم ما انتوا كمان حلوين. وهتحطوا لي دلوقتي لاف وهتحطوا لي لايك. حطوا لايك زي ما يلا يا كوكو قول لهم يلا حطوا لايك. عايز انام. ملك عايز ينام بس بيقول لكم برضه حطوا لايك. حطوا لي لايك يا جماعه، ربنا يكبر بخاطركم ويكبر بخاطرنا ويكبر بخاطر المسلمين كلهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى، ده ماما هنا عامله عامله الشربات اللي هو السيرم بتاع الكنافه وكده، وركناها على جنب في برطمان زي ما انتم شايفين كده. ومسبكه طماطم وركناها برضو، هتشيلها في التلاجة على جنب كده. بصوا جايبه بقى الزيت، وجايبه بقى الخزين الحاجه بتاعت رمضان. انا وريتكم طبعا ان هي كانت جايبه مشتريات، كانت جايبه لنا وكانت جايبه لها تحت. يعني جايبه هنا وهنا، بس احنا كانت جايبه لنا ازاز صغيره، جايبه لها هي ازاز طبعا كبيره وصغيره، لان احنا بناكل تحت وبنشرب تحت كلنا. يعني ما شاء الله يعني يعتبر اسره. ومسبكه طماطم اهي هتشيلها في الفريزر، وغاليه لبن عشان بتعمل منه صوبيا، تعمل منه برام رز، تعمل منه اي حاجه، يبقى موجود عندها وفاكك. وهنا هنيجي بقى على البوتاجاز. بصوا هو مش متوسخ جامد لان احنا كده كده كل يوم بنعمله. بصوا بقى هنا ماما عامله لنا ازازه مانجا لترين، ونقع لوبيا عشان تعملها بقى تاني يوم، كانت نقعها عشان تعملها تاني يوم الاكل اللي احنا اكلناها النهارده دي. بصوا بقى، ما هو الفيديو ده انا كنت عاملاه امبارح، واللوبيا احنا بقى اكلناها النهارده اللي هي كانت نقعها قدامكم دي. اخدت البوتاجاز ده بص خليته بيلمع. طول ما انت بتعملي بوتاجازك اول باول كل يوم كده تمسحيه المسحه ده عمره ما هيتوسخ جامد، ولا هيبقى وحش وللدرجه يعني اللي هي كده. فاهميني؟ لما تعملي الحاجه اول باول، غير لما تسيبي الوسخه تتراكم يوم على يوم على يوم، هتبقى صعبه عليكي في الدعك وفي كل حاجه. المهم بقى، معلش احنا اتأخرنا عليكم في زواق المطبخ زي ما انتم شايفين كده. هو كان موجود والله، بس احنا اتفاجئنا قبل رمضان بيوم. احنا اتفاجئنا بأختي كانت بايته بابنها في المستشفى، وكان تعبان خالص ومش عارفه ففطرنا اول يوم رمضان، بقينا نعمل الاكل بلهوجه بسرعه، خدنا بعضنا بعد الفطار ورحنا لها شفناه وكده. تاني يوم رمضان مش عارفين حصل برضو ظروف
برضو ما عملناهوش، قلنا ده لسه بقى عاملينه اللي هو تالت يوم رمضان. ده كان تالت يوم رمضان. بصوا قعدت بقى، كان عندنا الحاجه كده ايه، قعدت زوقت بيها والله ايه، يعني لما بيبقى عندنا حد تعبان في البيت بنبقى كلنا تعبانين. إيه، فالواحد ما بيبقاش حاسس بطعم اي حاجه ولا ليه نفس اصلا ان هو يعمل اي حاجه. حتى انا لغايه دلوقتي صوتي برضو والله بقالي فتره برضو زوري ومناخيري والدنيا بايظه عندي، الجيوب الانفيه عامله لي صداع والله العظيم، بس الحمد لله على كل حال. المهم فرحنا ماما، قلنا بقى ايه في الاجواء اللي احنا فيها ديت اللي كلها ايه تعب ومش عارفه ايه، نفرحها بقى كده ونزوق لها المطبخ الزواق البسيط الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عم شكشك التاني اسمه ايه، يا لهوي يا ولاد نسيت اسمه، فطوطه. شفتوا كنت هنسى اسمه. يلا معلش الحمد لله، والله الدماغ ضايعه وضربه، بس الحمد لله يعني. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، ورمضان مبارك عليكم، ورمضان ربنا يجعله خير وبركة وسعد وهنا. وزي ما قلنا كده طلعي ولادك من صغرهم كده على ذكر الله، وعوديهم كده ان يذكروا ربنا كده في كل وقت. يلا يا كوكو قول لهم ايه، قول لهم رمضان كريم. رمضان كريم. قول لهم حطوا لايك. لا حطوا لايك. نعم يا آسر، انا قاعده وسط آسر وسط مالك. بصوا مش اقسم بالله ما انا عارفه حتى ان انا، بس احنا بقى خلاص بقى يا جماعه بقينا عيله واحده، انتوا عارفيننا واحنا عارفينكم بقى، فما فيش داعي ايه يبقى في بينا تحفظات وكده. قاعده مش عارفه اسجل الفيديو منهم، ده بيكلمني من ناحيه وده بيكلمني من ناحيه. بصوا بقى ده بكار وبوجي واسمه ايه الراجل اللي هو وطمطم، والراجل اسمه ايه اللي هو كرومبو ده. بصوا حلو بقى يا جماعه على قدنا، وده مطبخ ماما كده اهوت على قدنا، ومحدش يعيب على مطبخ ماما زي ما اتفقنا. اجبروا بخاطر ماما كده وقولوا لها ايه الجمال والحلاوه ده اهو. هي بتفرح بالتعليقات بتاعتكم بصراحه، التعليقات بتاعتكم جميله وبتسعدنا وبتجبروا بخاطرنا. ربنا يجبر بخاطركم كلكم يا رب، يجبر بخاطركم بعمره كده قريبه كده تشرح قلبكم كده، يجبر بخاطركم في ولادكم، يجبر بخاطركم في صحتكم، يجبر بخاطركم في حياتكم كلها يا رب، يوسع رزقكم ورزقنا ويصلح حالنا وحالكم حل المسلمين اجمعين. الفرع اللي انا بعلق فيه ده كنا جايبين منه واحد، الواحد يا جماعه الواحد منه 10 متر ب7 جنيه ونص، يعني ولا حاجه، رخيص اصلا مش غالي. ومرات اخويا بقى ايه لما لقيتني عملت المطبخ بقى العامله الحلوه دي وزوقته وخليته مية مية كده، قالت لي تعالي بقى لما احط لك حاجه ايه بقى كده ايه تقويكي بقى بعد اللي عملتيه. قالت تعمل فيا عيني جميله. بصوا بتحط لي بقى، قالت لي بقى تعالي هعمل لك طبق، قعدت بقى حطت لي خشاف، وهي عارفه بقى ان انا بحب عليه لبن وكده، وحطيت لي عليه لبن، وقالت لي خدي بقى يا اولاد مرات الاخ الحنينه رزق. شايفين الحنيه، مرات الاخ الحنينه، مرات الاخ الحنينه رزق، مرات الاخ الحنينه رزق. شايفين الجمال. مرات اخويا بتعمل لي ايه، بتحضر لي بقى وتقول لي كلي عشان انت وقفتي في المطبخ بقى وغسلتي المواعين مش عارفه ايه يعني. بصوا الصراحه يعني مفيش بعد كده، وحطيت لي عليه لبن وقالت لي يلا بالهنا والشفا. شايفين الجمال يا اولاد. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعملوا لي متابعه، وحطوا لاف يا اولاد وتعملوا لي متابعه. واللي بيتابعني عن طريق قناه اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك. شايفين الجمال. بصوا بقى، بصوا القراصيه والتين والمشمشيه تحفه، انا بموت فيهم. بصوا بموت فيهم. بصوا التمر بتاعنا جميل ازاي، التمريه اللي هي المليانه الجميله ده اهي. كده بيكون خلص الفيديو بتاعنا، اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين.